جيت ازاي؟ والله جيت زي كل الناس اللي بتجي عن طريق البحر مركب، قلنا خلاص احنا هنغرق. مساء الخير، ازيك؟ مساء الفل يا غالي. عايز اتعرف بيك. اخوك شوقي من جنة غالي، من الصعيد. احلى ناس. حبيب عندك كام قلبي. سنه؟ 25 سنة. 25. جيت ايطاليا امتى؟ والله جيت ايطاليا 2022 اخر شهر 7 28/7. جيت ازاي؟ والله جيت زي كل الناس اللي بتجي عن طريق البحر من ليبيا. جيت من ليبيا. كانت التجربه عامله ازاي او الرحله بتاعتك كانت عامله ازاي؟ والله هي بصراحة حاجة صعبة، يعني انت في مركب كلها يعني كلها 6 متر في قلب مية، مفيش كل حوالين منك مية، بس انت خلاص دخلت المية، انسى انك تحط احتمال 1% انك توصل. قعدت كام يوم في الميه؟ يعني الحمد لله ربنا ما يعني كان مسهل كده، قعدنا يوم ونص يعتبر. يوم ونص كنا واصلين الحمد لله. كان اليوم ونص دول عاملين ازاي؟ كنتوا كام واحد في المركب؟ والمركب دي كانت قد ايه؟ والله احنا طلعنا كنا 61 شخص في المركب. المركب دي كانت تقريبا 10 متر طولها خشب. طلعنا بالليل، كان بصراحة يعني الجو موج، وكانت يعني المركب قلنا خلاص احنا هنغرق. ربنا أراد الحمد لله وعدينا الشوية دي، يعني التعب دول على خير، وفضلنا ماشيين في البحر لغاية ما ربنا سهل ووصلنا. يعني بس انت في المية خلاص انت حاطط امل انك تموت، انك انت ميت، يعني يا وما متش هتتمسك من الشرطه الليبيه وترجع تتحبس وتدفع فلوس وبهدله وحاجه ما يعلم بها غير ربنا. بس الحمد لله ربنا اراد ووصلنا بالسلامه الحمد لله. ويعني بعد تجربتك بعد ما جيت هنا وكده، تنصح الشباب ان هم يخوضوا نفس التجربه لا ويجوا؟ ما انصحش. انا لو رجعت تاني وقالوا لي خد فلوس مش ادفع فلوس واعمل اللي انت عملته، اقول لهم لا. لا خلاص، اصل انت جربت الموت، ميت في قلب البحر، حاجه يعني بس ما تخاطرش بحياتك، حرام يعني انت رميت نفسك في تهلكه. انا اللي شفته ما انصحش بيه حد. انا مره من المرات كنت طالع في رحله ويعني بقول لك غرقت الناس معي، بقيت الجثث بتطلع. يعني في ناس غرقت؟ انا في ناس قدام مني غرقت في مركب قبل كده، والناس بتموت، يعني الناس بتموت قدامي. ناس ماتت؟ ناس ماتت يعني ناس. فانت شفت الموت ان انا ممكن اموت؟ شفت الموت وخلاص، ونطقت الشهاده وقلت خلاص انا كده سلمت امري لله. بس الحمد لله ربنا اراد، لسه في العمر بقيه، ولسه في كان امل اني اوصل هنا، في لقمه تعيش لي هنا، عشان كده ربنا اراد اني اوصل هنا. بس لو رجع بي الزمن مش هاخد التجربه دي تاني. جيت هنا اشتغلت في غسيل الصحون، غسلت صحون، يعني كنت واحد باخد شغل وشغال وبمزاج، اشتغل بمزاج وعاوز اروح، انما جيت هنا تغسل اطباق عشان ما اقولش لحد ادينا، اوقف في الشارع اقول لحد معلش ادينا جيب كافيه، ادينا جيب اكل، لا ده انا اشتغل اي حاجه، بس ما اقولش ما اديش ايدي لحد واقول له ادينا. صح، ودي عزه نفس. الحمد لله طول ما الواحد ما حاجه، هي الحاجه الصعبه دي شويه. يومين اشتغلتهم ب 50 يورو، يومين كاملين. قلت يعني يومين اغسل صحون وطلع عيني، وفي الاخر بس قلت الحمد لله. الحمد لله، المهم ان الحال دلوقتي بقى الحمد لله افضل والحمد